بيان باسم تجمع نساء زنوبيا في منبج وريفها باسم كل امرأة مناضلة وتحت شعار ضد كافة أشكال عنف الدولة والذهنية الرجل. إن في حقبة التاريخ ومنذ آلاف السنين كانت المرأة مضطهدة وتتعرض لكافة أشكال العنف من قبل الذهنية الذكورية السلطوية والأنظمة الإبدادية الحاكمة التي ترى قوتها في قتل النساء، وخاصة في السنوات العشر التي مضت، أي منذ بداية الثورة في سوريا. تعرضت المرأة للقتل وأبشع أنواع الاستغلال والاعتقالات التعسفية في فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. تعرضت المرأة للقتل والجلد والرجم والزواج القسري. الذهنية السلطوية تحاول دائما القضاء على حياة المرأة وتشويه صورتها الحقيقية التي تاريخها شاهد على ذلك، المليء بالإنجازات والانتصارات والنساء القياديات. فاليوم 25 من الشهر الجاري هو يوم مناهضة العنف ضد المرأة في كافة أنحاء العالم، والذي يرفضن النساء العنف وتعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أقدم الظواهر التي شهدتها البشرية، والتي تقوم على أساسها إلحاق الأذى بالمرأة من جوانب عديدة سواء جسدية أو نفسية أو جنسية. وهي ظاهرة عالمية ليست حكرا على المجتمع معين أو ثقافة محددة، بل جاءت من استخفاف مجتمع ذكوري للمرأة والتقليل من شأنها. فالمرأة تتعرض للقتل بشكل شبه يومي دون وجود رادع، وأصبح العنف أمر عادي لأنه لا يوجد عقوبة لمرتكبيها. فالمرأة هي أساس بناء المجتمعات الحرة، وبدون تحريرها لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة. ونحن كنساء في الحركات النسوية سنبقى نناضل حتى تتحرر جميع النساء، ونسعى إلى تمكين المرأة في مجالات كلها وضمان وجودها في مراكز صنع القرار لتتمكن من الدفاع عن نفسها وعن قضيتها والحفاظ على حقوقها. ويجب حتمية توحيد كلمة المرأة في شمال وشرق سوريا، لأنها السبيل الوحيد لبلوغ مكانة المرأة المثالية وإرساء حريتها ودورها الحقيقي في المجتمعات. فالمرأة حياة لا تقتل الحياة،